جنرال التعليق كابتن مدحت شلبي. المشهد الكروي في مصر ما يختلفش كتير عن باقي البلاد التانية، لكنه طبعا بيتميز ببعض العناصر اللي بتشبه كتير من المصريين، ومن ضمن العناصر دي هو طبعا الإعلامي الرياضي كابتن مدحت شلبي. كان كابتن مدحت شلبي ضابط في الشرطة وفضل يتدرج في المناصب لحد ما وصل للواء في الشرطة. وكان طبعا كابتن مدحت شلبي بيتمتع بخفة دم قوية جدا عن باقي مذيعين كرة القدم ومقدمين البرامج الرياضية، وأطلق عليه الجماهير اسم شلبوك، وده طبعا أكتر لقب بيحبه كابتن مدحت شلبي. قدر كابتن مدحت شلبي يكسب شهرته من البداية خالص كمعلق كرة قدم، وكان ليه كده مقولة شهيرة بتقول إن متعة كرة القدم بتتقسم لنصين. النص الأول كان بيتعلق بمتعة مشاهدة كرة القدم من أرض الملعب، والنص التاني بيتعلق من المتعة اللي بتكتسبها من معلق كرة القدم اللي انت بتسمعه. وبدايات كابتن مدحت شلبي من صغره كان متعلق جدا بالفن، ولكنه طبعا ما كانش عنده الإمكانية إنه يحترف في الطريق ده، وقرر ساعتها إنه يلتحق بالكلية الحربية لسبب واحد، وده لأنه كان محتاج 12 شهر فقط عشان خاطر يتخرج، وده طبعا بسبب إن هو يجيب فلوس عشان يساعد أسرته. وما قدرش ساعتها كابتن مدحت شلبي إنه ينجح في اختبارات الكلية الحربية، فقرر إنه يروح لاختبارات كلية الشرطة، وبالفعل قدر ينجح. وطبعا من حبه لكرة القدم احترف اللعبة داخل الكلية، وده طبعا بسبب امتلاك جهاز الشرطة لنادي في الوقت ده. وبعدها قدر يكون كابتن مدحت شلبي لاعب في صفوف نادي الشرطة، ومشيت الامور بعد كده زي ما كان مخطط ليها. والنشأة دي خلته من الشخصيات اللي ما بتحبش القعدة ورا مكتب مصنوع من الخشب، ويمارس طبعا الاعمال الاعتيادية الروتينية اليومية. وطبعا زي ما هو واضح انه ما راحش الشرطة حبا فيها، وده لانه كان متعلق بكرة القدم بس ما كانش بارع فيها. ومن كتر حبه في كرة القدم قرر انه يقدم كمذيع في التلفزيون المصري، ومش بس معلق على المباريات. ورغم تعيينه من البداية جه في قسم البرامج الرياضية، اتعددت طبعا مواهب كابتن مدحت شلبي لدرجة انه دخل برامج المسابقات. وكان بيخش كابتن مدحت شلبي البرامج دي بمعلومات فنية كتير جدا وحضور ذهني فعلا كان ملحوظ، واستطاع اخيرا انه يرجع مرة تانية للبرامج الرياضية لما جات له الفرصة انه يعلق على بعض مباريات كرة القدم، لتبدأ بقى ساعتها اسطورة كابتن مدحت شلبي المعلق. وكان من الحاجات اللي بتميز كابتن مدحت شلبي اثناء تعليقه على مباريات كرة القدم انه يستخدم كوبليه معين من اغاني ام كلثوم، وبعدها طبعا يحط التاتش بتاعه بخفة دمه. وكانت اول تجارب كابتن مدحت شلبي كرجل العرض الاول داخل التلفزيون اللبناني، اللي حصل ساعتها على خدمات كابتن مدحت شلبي للتعليق على مباريات كاس العالم سنة 1998. ولان طبعا التلفزيون اللبناني في الوقت ده ما كانش غني، فكان طبعا وقتها بيقدم البرنامج الرياضي قبل المباراة، وبعدها يروح يعلق على المباراة، وبعدين يرجع عشان خاطر يحلل المباراة. وكانت طبعا فكرة كرة القدم في لبنان ما كانش عندها الشعبية اللي بتتمتع بيها مصر، واستغل طبعا كابتن مدحت شلبي امكانياته عشان خاطر يقعد على الشاشة ساعات طويلة من غير المشاهد ما يمل ولا يزهق منه. ووقت بقى ما ظهرت القنوات الرياضية في مصر كان الخيار الأول ليهم كابتن مدحت شلبي. في الاول اتعامل الجمهور طبعا مع برامج كابتن مدحت شلبي على انها قاعده لطيفه فيها طبعا شويه افيهات على شويه معلومات عن كره القدم، وكانت بتتميز برامجه زي القعدات اللطيفه اللي كان بيقعدها المصريين مع بعض على القهاوي. وطبعا ما اعتقدش ان كابتن مدحت شلبي عارف مدى التاثير اللي هيأثره على الناس في الوقت ده. الجنرال طبعا كان بيمتلك تاثير قوي جدا داخل المشهد الكروي في مصر، وده اللي خلى ناس كتير قوي تقلده عشان تكرر النموذج ده، لكن طبعا ما فيش حد نجح، لان الشخصية طبعا اللي كان بيملكها كابتن مدحت شلبي كانت صعبة تتكرر. شلبي كان فعلا موهوب بشكل فطري، وهو طبعا ما كانش بيقلد حد خالص ولا كان بيقع في خانة الملل. وفي حاجة كمان كانت بتميز كابتن مدحت شلبي، كان يقدر كابتن مدحت شلبي انه يقول شعر باللغة العربية الفصحى مكون من 34 بيت يقدر يأثر بيه على دكتور مادة القانون وهو في الكلية، في الوقت اللي ما كانش بيقدر يتكلم فيه اي مقدم برنامج رياضي باللغة العربية الفصحى 3 جمل على بعض. ولانه كان بيمتلك موهبة كبيرة جدا في التمكن في لسانه وحديثه، وكان بيقدم اللي هو عايزه بأفكار غير مباشرة من غير طبعا ما الجمهور يحس انه واعظ او بيوجهه لأي حاجة معينة. وامتلك كابتن مدحت شلبي ما يستطيع ان يسري به الاعلام الرياضي، لكنه قرر انه يكون الجنرال الضاحك
بس. وده طبعا بعيد عن تثقيف الجمهور في كرة القدم، واللي طبعا حب شلبوكة وخلاه أسطورة في التعليق. وطبعا ما ينفعش تعدي ماتش أهلي وزمالك من غير ما يكون التعليق بصوت كابتن مدحت شلبي.